إخواني أخواتي السلام عليكم. المملكة المغربية كيف ما كتعرفوا صبحت اليوم أكبر دولة عربية وإفريقية في صناعة السيارات، وباش تأمن المملكة مكانتها في هذا السوق كان لابد تهتم بواحد القطعة مهمة داخل السيارة هي البطارية، خاصة وأن مستقبل صناعة السيارات يقتضي الانتقال إلى السيارات الكهربائية. فالسوق الأوروبية مثلا باعتبارها أكبر سوق كيستهدفها المغرب بنسبة 90% من الصادرات ديال صناعة السيارات، قررت تمنع السيارات اللي كتشتغل بالمحركات ذات الاحتراق الداخلي، أي اللي كتشتغل بالمحروقات بحال البنزين. وهذا الشيء كيفرض على المغرب يغير التوجه ديالو في صناعة السيارات بشكل كامل. وفي إطار التفاعل مع هذه التغيرات كنلقاو المملكة المغربية كتحاول ترسخ صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب من خلال توقيع اتفاقيات مهمة مع شركة عالمية متخصصة في صناعة بطاريات السيارات، وهي خطوة مشجعة. وهاد الشركات من طبيعة الحال ما غادي تلقاش حسن من المغرب بالنظر الى ما تمتلكه المملكه المغربيه من الموارد والاحتياطات ديال المعادن المستخدمه في صناعه بطاريات السيارات، بالاضافه الى القدره الهائله اللي كيمتلكها المغرب في الطاقات المتجدده. فالمغرب حاليا كيسعى لبناء مصنع ضخم من طراز مصانع جيجا فاكتوري اللي كانت كتمتلكها شركه تسلا. والى تحقق هذا الحلم فتقدر المملكه المغربيه تحتل الصداره العالميه في مجال النقل النظيف، او على الاقل في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. فالتطورات الهائله اللي كيعرفها مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائيه في المغرب غادي يعزز سلاسل التوريد العالميه، وغادي يضمن الاسواق الاوروبيه تنفيذ الخطط ديالها التي تنحو نحو النقل النظيف في اطار محافظتها على المناخ. وإلا رجعنا للمغرب غادي نلقاو بان شركه LG Energy Solution، وهي اكبر منتج لبطاريات السيارات الكهربائيه في كوريا الجنوبيه، توصلت لاتفاق مبدئي مع شركه صينيه لإنتاج الليثيوم للتعاون في إنتاج مادة هيدروكسيد الليثيوم في المغرب كجزء من الجهود المكثفة اللي كتسعى لتوفير المواد الأساسية للبطاريات الموجهة لصناعة السيارات الكهربائية في المغرب. وفي هذا الإطار كيقول بيان خاص بهذه الشركة اللي كتعتبر المورد الثاني للبطاريات الكهربائية في العالم بأنها غادي تعمل مع شركة ياهيا الصينية، وهي بدورها واحد الشركة كتعمل على تصنيع مواد كيميائية. المقر ديالها كاين في سيتشوان لإنتاج هيدروكسيد الليثيوم المخصص لصناعة البطاريات في المغرب، ولكن ما قدموش الكثير من التفاصيل في هذا الإطار. وهيدروكسيد الليثيوم هو مادة أولية الكاثودات، أحد المكونات الرئيسية في البطارية الموجهة لصناعة السيارات. وهذه المادة من السهل أنها تدمج مع معدن النيكل اللي هو أهم مادة في تصنيع بطاريات المحركات الكهربائية. وكان شركة LG Energy Solution أعلنت في مارس الماضي أنها غادي تستثمر حوالي 5.5 مليار دولار في بناء محطة عملاقة للبطاريات ولاية أريزونا الأمريكية بطاقة إنتاج سنوية كتبلغ 27 جيجا وات في الساعة للبطاريات الأسطوانية. وهذه القيمة كتكفي لتشغيل 350 ألف سيارة كهربائية سنويا. والغرض ديال هذه العملية هو تسريع عملية الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على السيارات النظيفة، أي اللي كتشتغل بالكهرباء. وفي نفس السياق كان رياض مزوار وزير الصناعة والتجارة المغربي قال في أحد تصريحات لوكالة رويترز بأن المغرب كيخطط لإقامة مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وغيكون هذا المصنع هو الأول من نوعه في شمال إفريقيا بهدف التكامل مع قطاع السيارات الحالي وإنتاج الكوبالت، الشيء اللي خلاه يشرع في التفاوض مع شركات عالمية من أجل إقامة هذا المشروع. وقال بأن هذا المشروع الضخم سيكون بمثابة دفعة كبيرة لقطاع السيارات المحلي، وغادي يستفد من توفر الطاقات المتجددة والموارد الخام والضخمة اللي كيتوفر عليها المغرب بحال الكوبالت والفوسفات. الاهتمام ديال المغرب بهذا السوق كيتأكد بواحد الحدث آخر كيتمثل في ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الأربعاء 31 مايو 2023 بمدينة مراكش، الحفل ديال التوقيع على واحد مذكرة تفاهم بين المغرب وشركة غوشن هايتيك. كان الهدف ديالو تحديد معالم مشروع جيجا فاكتوري ونظامه البيئي المتكامل في المغرب. معنى هذا الكلام أنه تم الحسم في إقامة هذا المشروع في المغرب، وعليه ستقوم هذه المجموعة الصينية الأوروبية اللي هي غوشن هايتيك الرائدة في قطاع بطاريات الليثيوم إيون الخاصة بالسيارات الكهربائية بإنجاز هذا المصنع الضخم باستثمار كيتقدر بنحو 65 مليار درهم. وتم الاتفاق على إنجاز هذا المشروع في منطقة بوق نادل في جهة الرباط سلا القنيطرة، وتم توقيع مذكرة تفاهم
بين حكومة المملكة المغربية والمجموعة الصينية الأوروبية غوشن هايتيك لتحديد معالم هذا المشروع الضخم الأول في إفريقيا والمنظومة ديالو المندمجة بالمملكة المغربية. وكتسعى هذه المذكرة اللي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي والمدير العام لشركة غوشن هايتيك لزهن خلال حفل على هامش معرض جيتكس افريقيا. وهو التوقيع اللي حضروا بشكل خاص رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش وعدد كبير من المسؤولين المغاربة والصينيين، واللي كيسعى لتعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالطاقات المتجددة والاستعمالات ديالها اساسا في انتاج سيارات كهربائية في المغرب. وكيوضح لنا هذا البلاغ المشترك الموقع بين هذه الاطراف اللي هي الحكومة المغربية والمجموعة الصينية الأوروبية غوشن هايتيك بأن المملكة المغربية تعتزم من خلال هذه الشراكة الانضمام إلى فاعل رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة، واللي كتعتبر مجموعة فولكسفاغن لصناعة السيارات أحد المساهمين المرجعيين فيه. وكيأكد هذا البلاغ على أن المجموعة الصينية الأوروبية غوشن هايتيك الرائدة في قطاع الحركية الكهربائية كيعتزم إرساء منظومة صناعية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ومنظومات تخزين الطاقة بالمغرب. ومن أجل دراسة مشروعها الاستثماري انتقلت مجموعة غوشن هايتيك للمغرب اللي هو واحد الدولة كتفرض نفسها باعتبارها رائد في صناعة السيارات بإفريقيا. وكيقول المدير العام لشركة غوشن هايتيك لزهن في أحد التصريحات ديالو للصحافة بعد حفل التوقيع إن التوقيع على مذكرة تفاهم هذه يعكس مساعي دعم قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب. وكيكشف لنا لزهن على أن التوقيع على هذه المذكرة يسعى إلى تعزيز الانتقال من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة النظيفة منزوعة الكربون. وكيوضح لنا على أنها تتمحور حول تعزيز استعمال الطاقة الشمسية والريحية مع بحث السبل المثلى لتخزينها. وكيقول لنا بأن هذا المشروع كيهدف لتوفير الطاقة الخضراء لعموم السكان والإسهام في التنمية الاقتصادية بالمغرب، إضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية العالمية بشأن نزع الكربون. أما الوزير المغربي الجازولي فكيأكد هو الآخر في تصريح مماثل على الأهمية اللي كتكتسيها هذه المذكرة، وكيوضح لنا على أنها تتعلق بتوطين مصنع ضخم لصناعة البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بالمغرب، وأن هذه مذكرة التفاهم هي بمثابة مرحلة أولية من التعاون، في حين أن المرحلة الموالية كتتعلق بالعمل يدا في يد بين الفرق المغربية والصينية وعموم الشركاء من أجل الخلوص إلى بروتوكول اتفاقي يمكن هذه المجموعة الضخمة من مباشرة أعمالها الاستثمارية بالمغرب. وأفاد الوزير بأن توطين هذا المصنع بالمغرب غادي يمكن من إحداث 30,000 منصب شغل خلال 10 سنوات. وقال بأن إنشاء هذا المصنع غادي يتطلب مبلغ استثماري القدر ديالو 65 مليار درهم في أفق عام 2030. هذه الاتفاقيات وهذه الحركية اللي كيعرفها المغرب كتأكد دائما على أن المملكة المغربية رائدة على الصعيد القاري في إنتاج السيارات مع قطاع مندمج كليا في سلسلة قيمة السيارات العالمية، وكيحتل حصة مهمة عالميا. بالإضافة إلى أن قطاع السيارات المغربي كيتوفر على طاقة ينتظر أن تصل إلى 1 مليون سيارة في السنة، مع العلم أن المغرب كيصدر حوالي 90% من الإنتاج ديالو في السيارات لحوالي 75 بلد عبر العالم خاصة في أوروبا. إذن في المملكة المغربية كتحاول تنتقل بصناعة السيارات ديالها من طور صناعة السيارات الكلاسيكية اللي كتعتمد على المحركات ذات الاحتراق الداخلي اللي كتشتغل بالمحروقات لصناعة السيارات الجديدة اللي كتشتغل بالكهرباء، خاصة وأن السوق الأولى المستهدفة من قبل المغرب هي السوق الأوروبية، وهي السوق اللي قررت القطع مع السيارات الكلاسيكية في أفق 2035. خليناكم على خير.